السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ معقولة؟ انت برضه بتفتحي الباب؟ مفيش فايدة يعني؟ امال انت كنت عايز مين اللي يفتح الباب يا فوزي؟ البنات اللي بيخدموك يا حاجة، ما بيروحوا فين؟ بتطفشيهم ولا ايه؟ انا اتعودت طول عمري انا اللي اخدم بيتي، ايه اللي جد يعني؟ اللي جد يا ماما الحمد لله، ربنا فتحها علينا، واما بنعمة ربك فحدث. وبعدين انت دلوقتي يعني وبعدين ايه؟ كبرت، الحمد لله على الصحة، لسه واقفة على رجلي. الحمد لله. ربنا يديم عليك الصحة يا رب، تفضلي كده شمعة تنور حياتنا كلها. كتر الف خيرك. كفاية ان انت افتكرت وجيت تطل عليا. دي مجيتك دي عندي يا فوزي بالدنيا كلها. كتر خيرك. معلش يا حاج، انا عارف ان انا مقصر في حقك شوية، بس هعمل ايه بقى؟ دوامة الشغل والله. ربنا يديك الصحة. بس النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فاهم يعني إيه ولا أنت بطلت تقرأ في كتاب الله وفي الأحاديث؟ بس واضح يعني ان حضرتك شايلة مني قوي. في أم بتشيل من ابنها يا عبيط. أنا بس بعاتبك. الدور والباقي بقى على اللي ما بشوفوش عشان أعاتبه. ده مين ده؟ بابا؟ أما تشوفه ابقى سلم لي عليه. لما اشوفه هو ما بيجيش ولا ايه؟ ليه؟ هو أنت ما تعرفش؟ هو مش على طول على سفر وأنت معاه؟ ها؟ حاج على طول مسافر والله. بيتعب قوي في السفر، ربنا يكون في عونه. بس هو ساعات كتير بيسافر يعني ومن غيري يعني. على طول غايب. معلش يا حاجه، احنا اليومين دول اصلا عندنا شغل كتير قوي، وفي منافسين مستنين اي غلطه عشان يخشوا مكاننا. ربنا يديكوا الصحة ويوسع رزقكم يا رب، ويبعد عنكم شر عباده وهزات الشياطين. بس الدنيا على دي وعلى دي، ومش كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. ولو أراد الله أن يبسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وخليه يبطل المهابرة الزيادة قوي اللي على كبر دي، ملهاش لازمة، واحنا الحمد لله مش محتاجين. تشرب شاي يا فوزي معايا؟ غريبة، لقد شددت عليه أن يعدل. من إمتى الكلام ده؟ من يوم ما اتجوز التانية يا سيدنا الشيخ. واضح ان الحاجه صبرت عليه كتير وكانت مكسوفه تقول لي. بصراحه بقى الحاج اليومين دول بيتصرف تصرفات غريبه قوي، ومش مع امي بس. تخيل يا سيدنا الشيخ، ده رفض اني اتجوز. تتجوز؟ زوجة تانية؟ أنا أعلم أنك متزوج. لا قصدي يعني رفض اني اتجوز زوجه تانية الا وانا في سن كبير لما اكبر يعني. الحقيقة هو له بعض العذر. سعاد صغيرة السن وحسناء من النوع الذي لا يمل. إذا ضحكت امرأة في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا حاضرته فيا حسن محاضرتها، وإذا غنت فيا جمال الأسماع، وإذا يا سيدنا الشيخ، يا سيدنا الشيخ، انا ما جيتش هنا عشان نتكلم في محاسن ست الحسن والجمال. عارف هعنفه، هتصل بيه وأعنفه وأرشده إلى سواء السبيل إن شاء الله. ان شاء الله يا سيدنا الشيخ، بس ارجوك ما تقولوش ان انا جيت لك يعني واشتكيت. كلمه كده على انها نصيحه عامه يعني. ربنا يسهل، دي مهمة صعبة، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا.